التونسي هو كائن سكيزوفريني بامتياز. تلقاه يحب يصلي ويحب يصوم، ولكن في المقابل تلقاه يحب يسكر ويحب يزنى ويعرس، ولكن في المقابل أيضا تلقاه يحب يعرس بوحدة عذراء. وفي المقابل أيضا تلقاه يحب يبات مع العاهرات. وفي الصباح أيضا وفي خضم التناقض هذا الكل تلقاه في الصباح يسب هو وصاحبه في العاهرات ويقول لك تفوه كثر الفساد. يحب ياخذ النور متاع أخت صاحبه، يحب صاحبه يحترم أخته، ويحب أخته تلبس الحجاب وتلتزم، ويحب يصاحب وحدة بلاش حجاب. التونسي أيضا يعتبر أن أي راجل يحترم الأنثى وحقوقها ويؤمن بمساواتها مع الرجل ويساندها ضد التخلف متاع بعض الفئات الرجعية، ويطالب بمزيد الحريات خاطر ما ثماش فرق ما بين المرأة وما بين الراجل، اللي هو ديوث وكافر. يحب يمشي للحج ويزور مقام النبي، وتلقاه يكره فرنسا ولكن أيضا ما يحبش بلاده بدليل أنه يحلم يعيش في البلدان الأوروبية. يحب يصاحب قورية ملحدة وما يحملش يشوف تونسية متحررة. يحب يطبق الشريعة في بلاده ويتسابق على الفيزا وما بيش يمشي للطليان وأي بلدان أوروبية وأمريكا وكندا. يحب يخرج ويلقى البيرة والشراب وما يحبش الفساد في البلاد، ويبات يضرب في الجوانات، وكي يطلع الصباح يعطيك مناظرات عن تارك الصلاة، يتفرج في الأفلام الإباحية، وبعد ساعة يوريك فيديوهات متاع المسيحيين اللي يدخلوا الإسلام وعينيه مملوءتين بالدموع. الخلاصة هي أن الكائن التونسي هو كتلة متاع تناقضات وعقد هارب عليه المفاهيم ومش عارف يشد الدين ولا الدنيا ولا الإسلام ولا العلمانية. دخلتوا عند العادات والتقاليد متاع المبادئ والشرف اللي تربى عندهم وعليهم. إذا اقترحت عليه يعيش في السعودية يقول لك لا شوي. انت تسأل علاش يقول لك نحب نعيش في الدنيا، نحب نستمتع، نحب نشيخ. وكي تحكي معاه يقول لك اللي هم يحبون نكون هكا، وتسأل شكون هم ما يعرفش أصلا، على خاطره فارغ ذهنيا وفارغ معرفيا.